السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا مع موديل اكزام 7. معلش كنا نسينا في موديل اكزام 6 اخر سؤالين كده. فواحد يقول لي يا مستر انت دقيق قوي يا مستر، يعني ده انت حاجة عاملها هدية لينا يعني مش قصة يعني. لا حتى لو هدية لازم اقدمها لك بشكل سليم. بيقول لي قول لي اسباب تكون التيارات المحيطية وايه اهميتها. قلنا اول حاجة ده كان بيجي نتيجة التشينج in intensity. يعني intensity شدة of solar radiation. يعني انا عندي اماكن بيبقى فيها السولار راديشن كميه نازله بكميه كبيره فتبقى درجه الحراره عاليه، واماكن تانية بتبقى درجه الحراره فيها قليله، فبينشا اماكن سخنه واماكن بارده فبيبدا ينشا تيارات. طيب ايه اهميتها؟ طبعا هتتفرج على طول او افتكري الجولف ستريم ان هو كان ترانسفير بتنقل حاجتين، الهيت والفود. الهيت كان بيعمل ايه؟ مودريت ذا كلايمت، ده اللي بيساعد على تعديل المناخ او بيظبط المناخ بيخليه ايه؟ درجه كويسه مناسبه. والفود كان بيعمل بايو دايفرستي، تنوع للمارين اورجانيزم. اللي بعده بيقول لي منشن تو، قول لي نوعين من الاديتيشن. طبعا هو هنا قال بيولوجيكال يبقى مفتوحه لك، يعني قول اي حاجه. في الاسماك اللي عايشه تحت، الاسماك اللي عايشه تحت كان عندها كومبريسد بودي. ليه؟ تو ويزستاند، تتحمل الهاي بريشر. طيب وايه تاني؟ كان عندها لارج اي. واحد يقول لك خلاص يا مستر ما احنا عارفين الكلام ده. لا ليه؟ لازم عشان خاطر ام كرش ترتاح. تو سي ان ذا دارك، عشان نشوف فين في الضلمه. ويلا نبدا بقى في موديل اكزام 7. ويلا بينا بقى مع الاكزام 7. بيقول لي ايه؟ اول حاجه العلاقه ما بين البي اتش والاو اتش. احنا قلنا لما بيبقى الاو اتش كبير بيبقى البي اتش اكبر من 7، تبقى العلاقه دايركت. مين هنا علاقه دايركت؟ طبعا الشكل دي. بيقول لي عندي بيور عندي ووتر حجم 1 متر مكعب. ماشي. عندي درجه حراره 4. بيقول لك لما بدانا نجمده بقت الكثافه الجديده 917. تقدر تقول لي هيبقى الحجم قد ايه؟ طيب عايز اجيب حجم الايس فهتبقى الماس على دينستي. طيب يبقى انا عايز اجيب الماس اللي انا هبدا بيها. طيب الايس بتاعت الدينستي بتاعت الايس عندي، يبقى انا عايز اجيب الام. تعال نجيب الام ايكوال رو في في. تعال نبدا من اول واحده. هي الميه كثافتها كام البيور؟ البيور يعني 1000 وكان حجمها 1 متر مكعب، تبقى 1000 كيلو جرام. خد بالك الماس دي بتفضل ثابته. ليه؟ انا جبت ازازه ميه حولتها لتلج، ما هم نفس الميه فالماس ثابته. اشتغل بقى في القانون ده، يبقى الماس اللي انا جبتها ب 1000 على الدينستي بتاعت الايس الجديده اللي هي 917 هيطلع الحجم الجديد 1.05 متر كيوب. انا اسف 0.9 1.09 متر كيوب، اللي هي الاجابه هتبقى سي. بس فانا هنا يعتبر عملت الدينستي، عملت قانون الدينستي مرتين. اللي بعده بيقول لي السؤال الثالث which of the following statement is correct about كولانشيما. تعال نشوف. اول حاجه بيكون من نون ليفنج، طالما قال نون ليفنج يبقى ده سكالرانشيما مش ده. بتدي بعض السترينث، ايوه هي دي. طب ما تكمل يا مستر. حاضر. بتكون سوفت تيشو، ده يبقى البارانشيما. طب مش ده. طب السيل وول بيتكون من سيلوز ولجنين، ده السكالرانشيما، يبقى هي الاجابه زي ما انا قلت بي. 4. The ratio between osmotic pressure in fresh water. في الفريش ووتر بيبقى عندي low osmotic pressure to the osmotic pressure in side fish that live in this water. طبعا قلنا بيبقى مستوى الاوزموتيك بريشر جوه الاسماك اعلى، يبقى انا بقسم لو على هاي، يبقى لازم الناتج يكون less than 1. ايه اللي بعد؟ السؤال الخامس. طبعا بتشوف انت المسائل دي بتتخض خالص، يا رب تيجي الحاجات دي.
بيقول لي عندي ميه كانت درجه حرارتها 30 سخنتها ل 90 ماشي، وكان فيها 200 جرام من الميه والسبيسيفيك هيت 4200. عايز الاماونت اوف هيت يعني كيو ثيرمال. كان القانون بيساوي ام سي دلتا تي. هو الماس قال 220 جرام، ما بشتغلش بالجرام بشتغل بالكيلو جرام، فاقسم على 1000. السبيسيفيك هيت 4200. اللي تشينج ان تمبريتشر هقول 90 ناقص 30 يعني 0.22 في 4200 في 60. لما اعمل كده هتطلع الحمد لله 55440 جول. شكرا. اللي هي الإجابة إيه. اللي بعد بيقول لك عندي أشعة نازلة في الشكل 1 مايلة في الشكل 2 بيربنديكولار. أتوقع مين أكبر كمية لايت هتخترق؟ طبعا لما تكون بيربنديكولار، فهتبقى الإجابة بي، إن في حالة الشكل 2 بتبقى أكتر طبعا. اللي بعده عندي فيش with a body surface اريا كام؟ على بعد 5 متر ماشي. خد بالك فوق الميه بيبقى فيه ضغط بيعادل اللي هو ضغط الجو 1 اي تي ام. حلو. وانا قلت لك ان كل ما ننزل 10 متر الضغط بيزيد 1 اي تي ام. طب هنا 5 يعني كام اي تي ام؟ يعني نص اي تي ام. يبقى السمكه دي فوق منها ضغط يعادل 1.5 اي تي ام. طيب يبقى البريشر اللي فوق السمكه هيساوي 1.5 اي تي ام. كمل يا مستر. هو عايز الفورس. الفورس بيساوي ايه؟ بيساوي بريشر في اريا. يبقى هقول 1.5 في، هو قال بص في الجيفن ان كل واحد اي تي ام بيعادل 1.013 في 10 باور 5. طيب والاريا مدالي بكام؟ 0.1. لما اضرب كل ده في بعضه هتطلع الاجابه 1.5 في 10 باور 4 نيوتن. طبعا هنا الاجابه هتبقى سي. هنا عايز اعلمك لعبه اهو. السؤال ده كان حلو قوي. ان فوق الميه بيبقى فيه ضغط جوي قيمته 1 اي تي ام، وكل ما ننزل في الميه 10 متر الضغط بيزيد 1 اي تي ام. ضغط الميه بيعادل 1 اي تي ام. هي هنا السمكه كانت على بعد 5 متر، يبقى هنا فوق السمكه نص اي تي ام بتاعت الميه، 1 اي تي ام بتاع الهواء، كلهم يبقى قد ايه؟ 1.5 اي تي ام. شكرا. اللي بعده السؤال الثامن بيقول لي if the boiling point of عند قمة جبل 110 سيليزيوس. تعال نحولها بس بالكلفن عشان اللي حاجة في دماغي يعني. هجمعها على 273 تبقى 383 كلفن ديجري. يبقى إذا الجبل قمة درجة الحرارة عند قمة الجبل كام؟ 383. بيقول لي تتوقع لما ننزل تحت. طبعا احنا قلنا لما بننزل الدرجة هتزيد، فالدرجة هتبقى مور ذان أكيد أكتر من 110 سيليزيوس أو أكتر من 383 كلفن ديجري، فهتبقى الإجابة إيه. بس كده يا مستر؟ والله. السؤال التاسع which of the following are always exist in the second trophic؟ يعني تاني حاجة في الفود تشين. أولا احنا عارفين دايما أول حاجة في الفود تشين لازم يكون البلانت. طيب اللي بيجي ورا البلانت أكلات العشب. مين هنا بياكل العشب؟ الرابت. نادرا ما هتشوف أسد بياكل رابت، بياكل شجر. الأسد يحب ياكل الإيه؟ الرابت. فوراه هنا ليون، وراه في الآخر لما الأسد يموت الفطريات تحلل. يبقى هنا مين تاني مستوى؟ الرابت. يبقى الإجابة هتبقى سي. السؤال 10 بيقول لي if the atmospheric pressure عند التروبو ايه سفير كان اسمه، عند الاستراتوسفير كان اسمه B1، وعند التروبوسفير اسمه B2، وعند الميزوسفير ولا فين؟ الميزوسفير كان اسمه B3. طيب انا قلت ان كل ما بنطلع لفوق الضغط بيقل، يبقى B2 اكبر من B1 اكبر من B3. بص كده هتلاقيها موجوده فين؟ هتلاقيها في الاجابه ايه.
طبعا هو لخبطني يعني عشان غير الارقام. ايه يعني؟ ايه اللي بعده؟ السؤال ده بيتكرر كتير قوي بتاع البولار ويند ده. قال لك الرياح القطبيه دايما بتبقى دراي، يبقى الاجابه يا بي يا دي. ماشي. ودايما بتيجي من الاماكن اللي هاي بريشر، دايما اي رياح بتيجي من الهاي للو، يبقى الاجابه 11 هتبقى بي. 12 بيقول لي ايه الغرض من استخدام موارد الطاقه المتجدده؟ هي اول واحده اني اقلل استخدام الفوسيل فيولز، الوقود الحفري. انا لما بستخدم وقود حفري انا بطلع كربون دايوكسيد. 3 ذا ريشيو اوف اريا اوكيبايد باي ووتر، الووتر كان 70% واللاند كان 30%، يعني 7/3، يبقى الاجابه دي. اللي بعده رقم كام؟ رقم فين؟ ثواني. دي كانت 10 11 12 13. رقم 14 بيقول لي the ratio between the number of electrons of hydrogen atom، ادي الهيدروجين اتوم والاكسجين اتوم. اولا كان ده بيشارك بالكترون وده كان بيشارك بالكترون، وهي دي كوفالنت بوند، يعني ده واحد وده بيشارك بواحد، يبقى الريشيو طبعا 1 to 1 اللي هي الاجابه ايه. سؤال 15. السؤال ده حلو. ده الراجل ده اللي هو عامل زي اكل الخشب ده اسمه اكس، دخل عليه ماده اسمها واي، طلعت ماده اسمها دبليو، وطلعت في الاخر مسكوا في بعض ورجعوا طلعوا ماده اسمها واي. ده كده على طول زي ما دخل زي ما خرج، يبقى ده الانزيم. شكرا. الماده اللي بتخش مع الانزيم اسمها سبتريت، والنواتج اللي بتخرج اسمها برودكت. يبقى الاجابه هتبقى سي. ليه؟ الانزيم اكس صح، البرودكت واي صح، والسبتريت اللي هي المتفاعلات هتبقى دبليو. ايه اللي بعده؟ بيقول لك مين من الكائنات اللي عنده فتحه في راسه؟ ما تكملش. الدولفين. ها احنا هنهزر؟ ايه الدولفين؟ استنى اشوف السؤال ده رقم كام، مش باين عندي برضه في التصوير. 11 اضطر اعيدها من الاول. 12 13 14 15 16 17 16. بس الدولفين ده السؤال 16، يبقى 16 الاجابه بتاعت الدولفين اللي هي ايه؟ اللي هو دولفين. ايه اللي بعده؟ 17 بيقول لي في جمله الطالب كتبها عن العوامل اللي الدينستي بتتوقف عليها. انت عشان حافظ، انا عارف ان الدينستي بتعتمد على الماس اوف موليكيولز والديستانس ما بين الموليكيولز، اللي هي بص كده الجمل دي هتلاقي الصح 2 و4، فتبقى الاجابه بي اللي هي 2 و4. ليه؟ الدينستي، وده سؤال نظري، دايما الدينستي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الماس اوف موليكيولز، ورسمتها لكم على السبوره لو تفتكروا. قلت لك لو عندي 2 زي كده اهو، بص بص الموليكيولز هنا اكبر، يبقى ايه؟ عنده الدنسيتي اعلى. طب بص هنا، بص هنا الانترنال سبيس الصغيره، فالبارتكلز او الموليكيولز كتير، يبقى ده اللي عنده دنسيتي اكتر. فيبقى الدنسيتي بتعتمد على حاجتين، الماس اوف موليكيولز والسبيسز بتوين الموليكيولز. سؤال 18 بيقول لي the presence of certain gas in نسبة وجود الغاز بوفرة في الاتموسفير، معناه ان الافكتيف فيلوسيتي اوف ذا موليكيول طبعا اقل من الاسكيب فيلوسيتي. ليه؟ لان لو السرعة بتاعت الجزيء اكبر من سرعة الهروب، طب ما هيهرب وهيبقى نادر، انما ده موجود بوفرة يعني مش عارف يهرب. سؤال 19 which of the following gases لما بستنشقه بيؤدي لتكوين حبيب قلبي الكربوكسيل هيموجلوبين، اللي هو بيسموه السايلنت كيلر، القاتل الصامت. ده حبيب هارتي الكربون مونوكسيد. لما بالمره قلت لكم ان الكربون مونوكسيد بيمسك فيه الهيموجلوبين اكتر من الاكسجين من 200 ل 250 مره. سؤال رقم 20 which of the following living organism يعتبر مثال على التكيف مع اللو تمبريتشر؟ الوود فروج والايس فيش. بالمره الوود فروج كان بيفرز انتي فريز جلوكوز،
والايس فيش بيفرز انتي فريز بروتين. اللي بعده واتس مينت باي جاز سولوبيليتي. سولوبيليتي معناها amount of mass of solute، كمية الملح المذاب in a volume of solvent، في حجم من المذيب. اللي بعد بيقول لي طب وايه الفاكتورز؟ ما احنا قلناها الماس اوف سوليوت والفوليوم اوف سولفنت، فهو من التعريف بجيب الفاكتورز. طيب قول لي استخدامات الالترا فايلوت في المجال الطبي. كان ستيريلايز، تعقيم، الميديكال تولز، الادوات الطبيه. ليه؟ لان هي عندها قدره انها تموت الميكروبس. طب في مجال البنك نوت ديتكت، الكشف عن الفيك بنك نوتس، النقود المزيفه. شكرا يا رجاله.